اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى كده، شوية مشتريات. نزلت شبرا بضعت وجبت كل الحاجات النواقص اللي في البيت. طبعا قبل ما بنزل شبرا باجيب ورقة وقلم كده واكتب ايه اللي ناقص للتلاجة، ايه اللي ناقص للخضار، منظفات كده، واشوف ايه اللي هقدر اجيبه واللي مش هقدر اجيبه الاسبوع اللي بعده. مش لازم كله مرة واحدة، بس ان انتي مرتبة افكارك ان انتي ايه اللي فاضل يعني مثلا الاسبوع ده جبت الخضار اللي ناقصني، الاسبوع اللي بعده اجيب المنظفات، ولو اتبقى فلوس من الخضار ممكن اجيب جزء من المنظفات. لكن ما تبقيش نازلة على الله حكايتك كده وانتي مش عارفة ايه اللي ناقص وايه اللي زايد. ممكن تجيبي حاجة ملهاش لازمة، ممكن تجيبي حاجة انتي اصلا مش عاوزاها. فالورقة والقلم دي بتسهل عليا كتير. فرحتي بقى بالسوق والخضار والأسعار الحمد لله نزلت والحاجات كلها متاحة والخضار فريش كده. أنا بنزل الماركت اللي هنا أو عند الخضرية اللي هنا بكتئب. الحاجة من كتر ما هي غالية، آه، محدش بيشتري ممكن. وبعد كده الحاجة من كتر ما بتتركن الهاموش عليها. لكن بقى في شبرا بقى السوق كده كل حاجة فريش، والحاجة ما شاء الله بتخلص وبيحطوا مكانها، والأسعار كويسة والبياعين سلسين كده، مش زي هنا. لأ، هو كده إذا كان عاجبك يا مدام. جبت بقى البصل الكيلو ب17 ونص. حلو. جبت 3 كيلو. وجبت بطاطس، طبعا البطاطس الجديدة ظهرت بس عن تجربة لا ما تجيبوش بطاطس الجديدة، بتشرب زيت كتير. ماشي وما بتبقاش حلوة زي البطاطس القديمة. يعني البطاطس القديمة عاملة 20 جنيه، يا 20 يا 25، مش فاكرة بصراحة. لكن أحسن يعني. ح البطاطس أمّا عملتها اللي هي الجديدة دي شربت زيت وكلّها انكمشت كده. لكن البطاطس القديمة يعني بترمي معاكِ. دول كانوا برضه 3 كيلو. وجبت بتنجان عشان أخلّي البتنجان. ال المشتريات دي كلّها برعاية بقى إيه، تجهيزات لفطار يوم الجمعة. جبت بتنجان وجبت بتنجان رومي، البتنجان اللي هو مش عارفة اسمه عروس تقريبًا يعني. الكيلو ب10 جنيه. الكيلو ب10 جنيه، والبتنجان التاني الكيلو برضه زيه ب10 جنيه. الخيار بقى، الخيار كان شكله حلو جدًا، الكيلو ب15. جبت منه كيلو كنت جايباه عشان أخلّله بس إحنا كلناه. وجبت فلفل حامي وجبت فلفل اللي هو الأسباني ده عشان باعمل بيه الخلطات وكده، فيبقى بارد شوية ما يبقاش spicy. وجبت ليمون. الليمون بقى ب20 جنيه، بس كبير كده وحلو وفيه مَيّة مش زي الصغير بيبقى ناشف. هو غِلي شوية لإن هو كان ب10 جنيه وكان يعني كان ب7 جنيه ساعتها أمّا كنت مخلّلاه معاكم. وطبعًا جِبت قرنبيطة، كان نِفْسي في القرنبيط بس لحد وقتنا هذا ده ما اتعملتش، يعني لحد ما أنا باسجّل كده هي ما اتعملتش. وكنت جايبة جبنة قريش وبيض، بس دول برضه ما طلّعتهمش في التصوير، ما أعرفش نسيت. لإن أنا بابقى واقفة في المطبخ وحاجات على النار وحاجات عاوزة تتحط في التلاجة والكلام ده كلّه، فباحس إن الدنيا متدربكة فوق دماغي، ففي حاجات بتُقع منّي بصراحة. هنا بقى حطيت كل حاجة مكانها، البطاطس في التربو والبصل الحاجات بقى اللي هتتعمل، البتنجان والفلفل. ما جبتش طماطم عشان أنا كان عندي حوالي 3 كيلو، بس الحمد لله الطماطم نزلت خالص إن شاء الله. يعني توصل 8 والّا حاجة، أجيب قفص كده وابتدي إن أنا أفرّز بقى عشان رمضان، قبل ما تغلى تاني على رمضان. ونملى بقى الفريزر والخضار بقى والخضرة، مش عاوزة أقول لكم فرحة قلبي كده بالخضار في الشتا، حاجة كده تفرح القلب. هنا بقى طبعًا أنا التلاجة صغيرة فلازم أعمل الحاجات دي على طول قبل ما الحاجة اللي أنا جايباها تبوظ ودافعة فيها فلوس. ابتديت بقى البتنجان الرومي حمّرته قشّرته وحمّرته، والبطاطس برضه خدت منها جزء وحمّرتها. والفلفل اللي هو الأسباني ده برضه حمّرته عشان أعمل مسقعة. وهنا ده التوم اللي أنا كنت مفرّزاه معاكم، ما شاء الله لسه أبيض زي ما هو.
يعني ندعي إن التوم اللي عندنا يقضّينا لحد ما ييجي شهر 3 أو شهر 4 يكون التوم الجديد ظهر، لإن كيلو التوم في السوق عامل 60 جنيه، وحاجة كده لا تُذكر يعني. حطيت التوم وابتديت بقى إن أنا أشوّحه في زيت كده لحد ما خد اللون الدهبي، وبعد كده نزلت عليه بالخل. وحطيت الصلصة، دي كانت صلصة من اللي أنا مفرّزاها ساحت، وبعد كده حطيت ملح وفلفل أسمر وشطة، سِبتها تتسبِّك بقى شوية، وابتديت أنزل بقى بالبتنجان والبطاطس والفلفل، ووطّيت عليها خالص لحد بقى أمّا اتشرّبت الصوص بتاع الصلصة كده وكلّه دخل في بعضه، وبكده المسقعة تكون خلصت. كنت عاملاها عشان أحطها في التلاجة عشان فطار يوم جمعة، تمام، الجمعة الجاية يعني. بس ما قدرناش نقاوم بصراحة، فاتغدينا منها، يعني كلنا حوالي نُصّها كده في الغدا وما عملتش غدا، والنُص التاني حطيته في علبة وحطيته في التلاجة. ده بالنسبة للمسقعة. نيجي بقى اللي بعده، وأنا باحمّر طبعًا حمّرت بقى البتنجان اللي عاوز أخلّله، حمّرت الفلفل اللي أنا عاوزة أخلّله. بما إني باحمّر بقى يبقى كلّه تحمير في تحمير، وكنت واقفة في المطبخ بصراحة باتدفّى يعني. البوتاجاز شغال والجو كان ساقع، فقُلت أقف أخلّص حاجتي بسرعة. طبعًا البتنجان والفلفل ده أنا عملته معاكم كتير، بس في فيديوهات كتير، لإن إحنا ما نقدرش نستغنى عنّهم. البتنجان أنا عاملة خلطة كده في التلاجة، حاطة فيها فلفل أخضر وفلفل أحمر و وليمون وكمون وشطة وملح وخل. باضرب كل ده في الكبة وتوم طبعًا، وباحطه في برطمانات كده باعمل بيه البتنجان المخلل، والفلفل ده باحمّره وباحط برضه عليه شوية من التتبيلة دي، وشوية ملح وشوية خل، بيبقى طعمه حلو أوي، أوي، أوي يعني. هنا بقى الجبنة القريش أهي. مش عارفة أنا ميّالة اليومين دول للجبنة القريش، كل ما أنزل شُبرا أجيب كيلو كده أحطه في التلاجة نسحب منه طول الأسبوع. و والولاد عاجبهم أوي يعني. طلّعت بقى جزء كده وهابتدي أنزل عليه بالزيت. الخلطة دي أنا باعشقها، الخلطة دي كانت ماما الله يرحمها هي اللي بتعملها، بس طبعًا ما كانتش بتعمل يعني ما كانتش بتحط عليها ده كلّه، كانت بتحط الجبنة بالطماطم بس. كنا بناخدها ساندوتشات في المدرسة. كنت باحبها أوي، يعني الله يرحمها كان ما أعرفش كانت الجبنة بيبقى فيها عسل كده، كان بيبقى طعمها حلو أوي. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. هنا بقى قطعت طماطم مع نفسي كده وخيار وفلفل، وهاقلب بقى كل ده مع الجبنة، تمام، وهاحط بقى شوية حاجات كده عليها عشان تدي لطعم الجبنة يعني طعم حلو. طبعا دي الطحينة اللي أنا باجيبها من السرجة عندنا برضو من شبرا، وهاحط بقى عليها شوية كمون وملح وشطة وأقلب كده وشوية خل بس. ودوقي بقى أحلى خلطة جبنة أو جبنة بالطماطم زي ما بتقولوا. طبعا الحاجات دي مش شرط ليوم الجمعة، العلب دي ما بتكون في التلاجة كده أي حد جعان بيسحب ياخد منها. طبعا في يوم الجمعة أنا كنت قايلة لكم إن أنا بعمل حاجات جنب الفطار، يعني الحاجات دي بطلع منها أطباق كده، وأجيب بقى طعمية وفول وبصل أخضر وبيض، وأجيب إيه تاني، وخضار بقى جرجير، واطلع البتنجان المخلل ما بشتريش من المحل عشان بقرف منه بصراحة، يعني في حاجات بس معينة كده هو اللي انا بجيبها، الطعمية والفول. صراحة بكسل، انا بعرف اعملهم بس بكسل. شايفين الخلطة؟ وكده الروتين بتاعي بعد ما باجيب الخضار والحاجة والتجهيزات. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. وبحبكم في الله، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. يبقى خلاص خلص، وباي باي. باي باي. باي ماما. باي ماما.